السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفة ان بقالي شهرين ما عملتش فيديوهات، بس معلش بقى، الحمل والتعب وكده انتوا عارفين. ادعوا لي ربنا يتمم لي بخير وييسر عليا الولادة ويجبرني في طفلي بالخير حيث كان. فما تزعلوش من كلامي، بس يا ريت كل البنات يعني يسمعوا الكلمتين دولت، علشان اليومين دولت بقى في ظاهرة منتشرة وحشة قوي، والله العظيم اكتر من 10 رسايل وحاجات كتير بتجيلي على الواتس من ناس وصحباتي وبيشتكولي ان هم وقعوا في المشكلة دي. ايه المشكلة دي؟ ان الواحدة فينا يعني الحمد لله الذي عافانا تبقى متجوزة ومعاها عيال كمان، وممكن تكون متجوزة عن حب زي ما بيقولوا، وتلاقيها في الاخر بتخون جوزها. يعني كان المنتشر اكتر ان الراجل هو اللي كان بيخون مراته، دلوقتي بقى الواحدة هي اللي بتخون جوزها. الحمد لله الذي عافانا، ربنا يصرف عنا الفتن. يعني يبقى عامل لها كل اللي هي عايزاه وشقيان وطالع عينه وبيحاول يتقي الله فيها على قد ما يكون، ومجرد بس ما واحد يكلمها كلمتين كده على الماسنجر ولا على الواتس، تقعد بقى وتتكلم معاه بقى، والحمد لله الذي عافانا وكده. فالمهم، كل واحدة فينا لازم تركز كويس عشان ما نرجعش نعيط، لان دي مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة جدا عند ربنا قبل ما تكون مصيبة كبيرة في الدنيا. وطبعا كل ده بسبب النت واستخدام النت غلط ومواقع التواصل الاجتماعي اللي الناس اصلا معظمها بقت بتستخدمها في الغلط وخلاص. وقلنا مليون مرة، والشرع وربنا اللي قال كده مش احنا، ان ابن عمك وابن خالك وابن الجن الازرق كل دولت مش محارم ليكي. ما ينفعش تقعدي بقى تاخدي وتدي معاهم في الكلام في الشات ليل ونهار، مساء الخير وصباح الخير وازيك وعامله ايه ومش باينه ليه، وحشتيني وطمنيني عليكي. يعني ايه وحشتيني وطمنيني عليكي وانت يعني جوزي؟ يعني معلش عشان تقولي كده. هي بتبدأ كده، يعني انت هتقولي عادي ده ابن عمي وبيسلم عليا، او ابن خالي، او ما اعرفش واحد كده في العيله، او صاحب زوجي بس واحد كبير. لا، هي بتبدأ كده وبتنتهي بموت ودمار وخراب، اقسم بالله كلام استحي ان انا اقوله. انت فتحتي باب للشيطان وبيتك هيتخرب بعدها. فيعني انا مش عارفه، يعني بجد الحمد لله زعفانه، لازم نمسك على قلوبنا شويه ونخلي بالنا، وكل حاجه لو عملنا لها ضوابط من الاول ان شاء الله تمشي زي الفل. طيب يجي يقولك ايه مثلا؟ احكي لي، فضفضي لي، مالك؟ بوستاتك حزينه، حاسك متضايقه. انتي لو مراتي مستحيل اسيبك لحظه، وتلاقي سايب مراته في البيت بتعيط ودمعتها على خدها. انتي ابتسامتك الحلوه دي حاسس ان هي ما بقتش موجوده، ما اعرفش ايه، ويفضل يقولك كلام كده هبل وخلاص. هتعملي ايه النهارده؟ اكلتي ايه النهارده؟ فطرتي ايه يا حنين؟ صفحتك على الفيس حزينه قوي، كومنتاتك فيها ما اعرفش ايه. يعني هو اصلا قاعد ما وراهوش حاجه، تلاقيه مش شغال ولا عطلان، وقاعد بقى عمال يتسلى ويتكلم معاكي، وتلاقيه خمس الكلام اللي بيقولهولك ده لو هو يعني متجوز او خاطب او اي حاجه ما بيقولهاش لاهله اصلا. يعني الكلام اللي هو بيقوله ده ما بيقولوش لاهله، جاي يكلمك انت عشان خاطر ايه؟ يوقعك في مصيبه، يوقعك في معصيه. طبعا انت زي الهبله تلاقي نفسك كده قلبك خرج من جسمك، ايه ده حاسس بيا؟ وتلاقي نفسك بتفضفضي معاه وتشتكي معاه. طب هو ماله اساسا؟ انتي مخنوقه تعبانه من حاجه، اتكلمي مع امك، مع اختك. افضل حاجه تتكلمي مع زوجك، ويكون في بينكم صداقه قبل ما يكون في بينكم يعني الموده بتاعه الزواج دي. لا، افضل حاجه الاول يكون في بينكم عاملين كده بينكم رابط صداقه، تحكوا لبعض اللي مضايقكم قبل اي حاجه تانية. انتي لو ما حكيتيش وفضفضتي مع زوجك وحياتكم بقت يعني حلوه كده وفيها نقاش، هتحكي مع مين؟ فبقى ده ايه؟ واحد بيبقى عارف حاجات عن بيتك اللي انت اصلا نشراها او ملمحه بيها، ويخش ايه ده انا شايف بوستاتك انا معرفش ايه، ويجيلك في اكتر وقت انت ضعيفه فيه، ويقوم بقى ايه؟ نوقعك في الغلط وفي المعصيه. انت كده بتكوني خاينه في كل الاحوال. ما تقوليش بقى يا بقى ده مشاعري ولحظه شيطان والكلام ده، اكيد ربنا غفور رحيم لو استغفرنا ولو تبنا وانبنا ورجعنا الى الله. لكن اللي لسه مصممه على كده وماسكه واحد سواء قريبها او مش قريبها ومصاحباها على الفيس وبتكلمه باسم ان هي بتفضفض معاه والكلام ده، انت كده خاينه لا محاله. اول ما تلاقي واحد بعتلك كده من غير حوارات ونقاشات، بلوك على طول. اللي يزعل يزعل ويتفلق حتى لو قريبك. دي اصول ومبادئ وشرع ربنا يعني قالهولنا وعرفولنا، ولازم نمشي عليه. احسن ما تندمي في الاخر. اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ما بكذب، بيجيلي رسائل من بنات ومن نساء متزوجات، الاول كان ازيك وعامله ايه ومالك ومخنوقه ليه وفيكي ايه، وفي الاخر بلاوي سودا استحي ان انا اقولها، بس بتبقى ايه؟ ندمت وخسرت نفسها بعد ما اللي حصل حصل. فاحنا ليه نعمل كده من الاول؟ دي اصول ومبادئ ولازم نمشي عليها. حافظي على بيتك مهما كان حالتك. مش عاجبك حياتك مع زوجك؟ اتطلقي. طالما انت بقى ايه، اتطلقي احسن ما تخوني، اتطلقي
والانسان ده لو هو بقى عايزك فعلا وجاي يقولك ده انا اتمنى انك كنت تكوني مراتي والكلام ده، اتجوزيه. بس في الاخر سوري يعني سوري، توفي في وشي لو اتجوزك اساسا. لان اللي بيقعد يكلم واحده كده في الشات من ورا زوجها، دي اهم حاجه. النقطه دي مش هقولك بقى من ورا اهلها ولسه بنت احتمال ممكن يخطبها، لا من ورا زوجها، وبالذات هي خلاص بقت عاقله ومتزوجه، يقولك اكيد زي ما كانت بتخون زوجها انا كمان هتعمل معايا نفس النظام. تمام. اي راجل يبصلك بصه اعجاب في عينك، عينك انتي ما تترفعش له ليه تاني، لان انتي على ذمه راجل. خليكي في حلالك واتقي الله في نفسك. هو الشيطان لازم يكرهك في جوزك وتبداي تعملي طلباته بالعافيه وانتي مش طايقاه، وعقلك بقى بيقارن بين الكلام الحلو والاهتمام بتاع الواد بتاع الفيس ده وبين جوزك اللي نايم بتلاقيه مثلا جاي مرهق تعبان او كده، تفضلي تقارني. ايه ده؟ لا لا ده مش عاجبني، ده ما اعرفش ايه. بين مثلا مره اتعصب معاكي، لا وتفضلي بقى ايه عقلك عمال يقارن في الكلام اللي هو ايه الراجل التاني بيقوله لك، وهو اصلا قايله لك واقسم بالله قايله اتنين تلاته اربعه ويمكن 10 غيرك. فانتي بتخربي على نفسك بالعافيه وبتشاري نفسك ذنوب ملهاش 30 لازمه. بيوت كتير اتخربت بسبب العلاقات دي. جوزك اللي طالع عينه في شغله ده علشانك، علشان يحافظ عليكي، علشان ما يخليكيش تحتاجي لحد ولا تتحوجي ولا تنزلي ولا تشتغلي، انتي له مش لحد تاني. يا رب ما حدش يزعل من كلامي. والكلام للرجاله برضو عشان يعني النساء ما تزعلش. كل راجل يتقي الله في مراته وما يخشش لواحده انت مالك زعلانه فيكي ايه، روح يا اخويا قول لمراتك انت مالك وايه اللي مزعلك وايه اللي مضايقك، واهتم باهل بيتك بدل ما تمسك اي واحده من على الفيس وتخش تكلمها وخلاص. تمام. خليكي فاكره كلامي ده كويس يا بنت الناس، الله يخليكي. حافظي على بيتك وعلى زوجك وولادك. عالم الفيس والمنصات اللي طالعه دي كلها نصب وكذب، وما بنستفادش منها حاجه الا الذنوب، الا من رحم ربي. كنتش هتكلم في الموضوع ده بس بجد يعني الحال وصل فوق الحدود. ربنا يعافينا ويصرف عنا الفتن ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.